بتحكي صاحبة القصة وبتقول: أنا اسمي نجلاء، متجوزة من 21 سنة. أنا كنت عايشة في عيلة مكونة من 6 بنات، وأنا كنت التانية في الترتيب. حياتنا كانت على القد خالص، اللي جاي أقل بكتير من اللي رايح، وخصوصا بعد موت بابا توفى بعد جواز أختي الكبيرة، وشلت المسؤولية مع ماما، مسؤولية البيت وباقي إخواتي. مع أول عريس جالي ماما وافقت على طول عشان تفضل إخواتي الباقيين. ما كنتش أعرفه ولا أعرف أي حاجة عنه، بس كنت اللي أعرفه إنه أرمل وعنده شقته، وماما طبعا ما صدقت علشان تشيل هم من على كتافها، وهي برضه معذورة. وفعلا اتجوزت، ومن يوم ما بدأت حياتي مع جوزي وأنا حاسة إنه في حاجات كتير ناقصة، لكن عمري ما كنت أعرف إيه هي. كان في فرق كبير ما بينا في كل حاجة، ولما اتجوزته كنت صغيرة، ما كنتش فاهمة حاجة. أصلي ده كان أول راجل في حياتي أصلا قبل الجواز كانت للشغل ومساعدة أمي وبس، ومفيش وقت بقى. لكن كنت شايفة إنه طبيعي إنه الحياة تكون بالشكل ده، إنه الزوج يبقى على قده في كل حاجة، وخصوصا صحته اللي دايما كانت تعبانة. عمري ما اشتكيت، وكنت بحاول أقنع نفسي إنه ده نصيبي، وإنه الست الشاطرة هي اللي تقدر تكمل وتتحمل. في الأول كنت بحاول ألاقي إجابة للشعور الغريب اللي كان بيدور جوايا. كل مرة يحصل فيها بينا حاجة كنت بحس إنه في حاجة ناقصة، حاجة مش مكتملة، لكن عمري ما قدرت أتكلم أو حتى أفكر. يمكن لأنه التربية اللي تربيتها كانت بتقول إنه الست ما ينفعش تفتح مواضيع دي، لكن الإحساس ده عمره ما سابني. كنت بسمع عن الحياة الزوجية سواء في النت أو التلفزيون، بس اللي بسمعه حاجة واللي بيحصل معايا حاجة تانية. بس الكلام ده ما ينفعش يتقال. دايما كنت شايفة حياتي فيها نقص ومش مكتملة، لدرجة إنه أنا حاولت أجرب كذا حاجة مع نفسي، لكن برضو في حاجة ناقصة، وده مش هيغني أبدا عن الحياة الزوجية الطبيعية. وأنا بصراحة عمري ما كان ليا أصحاب ولا معارف بدخلهم في حياتي الشخصية. ما كنتش بتكلم مع حد أبدا في المواضيع دي، علشان كده دايما حاسة بالنقص، والإحساس ده مش بيفارقني حتى لما خلفت ابني الوحيد. ابني ده كان كل حاجة في حياتي، ولما عرفت إني حامل فيه كنت في قمة السعادة. دايما كنت بحلم أكون أم لولد، حسيت إنه هو هيبقى ظهري وسندي في الدنيا. أصلي أنا بصراحة بحب خلفة الأولاد أكتر، يمكن عشان ما كانش ليا أخ وأنا صغيرة. المهم ربيته بحب واهتمام، وكنت شايفة فيه كل اللي كنت بحلم بيه، وكل سنة بتعدي وبيكبر فيها حبي ليه بيزيد واهتمامي بيه بيزيد أكتر. بس مع الوقت ابتديت ألاحظ حاجات غريبة في معاملته معايا. كان بيغير عليا بطريقة مش طبيعية، يعني لو لبست حاجة جديدة أو حلوة في البيت كان يبصلي ونظراته مش عادية. لو أي راجل يتكلم معايا حتى لو من العيلة كان يبان عليه العصبية والزعل. كنت بقول يمكن علشان كبر وبقى شاب، لكن الموضوع كان أكتر من كده. وكمان ساعات بيعمل حاجات كده غريبة، زي ما يكون قاصد يوريني إنه خلاص بقى راجل،
لكن برضو ما كنتش بحط في دماغي أي حاجة غلط ولا أي حاجة وحشة. وفي يوم جوزي قرر يروح يقعد عند أخته في البلد لأنها كانت تعبانة شوية، وأنا بصراحة ما كنتش بحب أتعامل معاها وكان بينا مشاكل وخلافات، فقلت له روح لوحدك وأنا هفضل في البيت. وفعلا سافر عند أخته، وللأسف حسيت وقتها إنه مش فارق معايا وجوده كان زي عدمه بالنسبة لي. لكن الأغرب بقى من يوم ما سافر وابني ابتدى يتغير أكتر، وكل مرة أقوله إنه أبوه هيطول شوية عند عمته كان بيقولي أحسن عشان نقعد براحتنا. والكلام كان غريب لكن كنت بعديها، يمكن عشان أبوه مش بيهتم بيه. وفي يوم طلب مني أحضر له الغدا، دخلت المطبخ كالعادة وكنت واخدة راحتي في اللبس، يعني الجو كان حر والمطبخ حر، عشان كده بيبقى اللبس خفيف شوية. وفجأة كده لقيته دخل ورايا وبدأ يعمل حاجات غريبة، ابتديت أشك إنها مقصودة، وفعلا ما كنتش قادرة أكلمه وأقوله ليه عملت كده، بس كنت عايزة أتأكد من كل حاجة. فقررت إنه الموضوع يعدي وأعمل نفسي مش واخدة بالي. وبعد الغدا دخلت المطبخ تاني وهو جالي وقالي كلام ما كنتش متخيلة إني أسمعه منه أبدا. كلامه كان زي السحر، واللي حصل بعدها كان أكبر من كل تخيلاتي. لقيت نفسي استسلمت للشيطان وحصل بينا كل حاجة. وبعد ما عمل كده وقتها إنه أنا خلاص مش عايزة حاجة من الدنيا تاني. حسيت إنه أنا بقيت ست لأول مرة، وكل حاجة كنت بطلبها كان بيعملها زي ما بطلبها وأحسن كمان، لدرجة إنه أنا ما بقيتش عايزاه يتجوز عشان ما يبعدش عني، وكمان بقيت بغير عليه زي ما هو كان بيغير عليا. وبقى هو كل حياتي، كانت كل لحظة معاه كانت بتخليني أكون فرحانة. المشكلة كانت لما جوزي قرر يرجع البيت، وجوده كان زي الجدار بيني وبين ابني. كنت بحاول أمثل إنه كل حاجة طبيعية، لكن جوايا كنت مستنية اللحظة اللي أقدر أكون فيها مع ابني تاني. وابني كمان كان دايما بيحاول يطمني، لكن في حاجة كانت بتقولي كفاية كده، ده ابنك. دلوقتي أنا عايشة في دوامة ومش عارفة أعمل إيه. عارفة إنه اللي بعمله ده غلط كبير، لكن أنا ما بقيتش عارفة الصح من الغلط، وكل يوم أقول خلاص مش هيحصل تاني، لكن برجع تاني لأنه اللحظات اللي عشتها مع ابني كانت أحلى وأصدق لحظات حياتي، ومش عارفة إيه الحل بكده. أنا بصراحة ندمت جدا على اللي أنا بعمله، وفي نفس الوقت مش عارفة أوقف أي حاجة. ياريت تقولولي أعمل إيه وأتصرف إزاي.